زمان كان في فرق ضخم جدا في التعامل مع القسط ومع فكرة القسط. يعني زمان انت لو رحت لباباك قلت له يا حاج عايزين نجيب حاجات بالقسط كان يتعصب عليك جدا. اخرس يا ولد، على قد لحافك مد رجليك، اللي ما معهوش ما يلزموش. انا يا ابني لا اشتري حاجه انا مش قادر على ثمنها يا ابني. يا ابني انا ليه اشتري حاجه اكبر من امكانياتي؟ اكتب على نفسي كمبيالات. عايزني انا الحاج عبد الحميد يكتب على نفسه كمبيالات؟ انت مجنون. بعد الزمن ده كله وبعد ما اشقيت ده كله اتبهدل على الاخر يا ابني. لا ما امضيش انا على كمبيالات يا ابني عشان انت تلعب بالاتاري على جثة يا انا يا الاقساط. مع ان القسط كان وقتها يعني بقى 3 جنيه، يعني ممكن يبقى شاري 3 جنيه، ولكن الفكره نفسها بتاعت القسط او شراء حاجه بالقسط دي كان فيها استحاله احنا نشتري سلع معمره بالقسط. يعني كان ممكن مثلا نشتري غساله، ثلاجه، سخان، حاجات في البيت مهمه، غير كده ما ينفعش تشتري حاجه بالقسط. كانت ما تيجي بقى تقعد معاه دلوقتي يقول لك يا على زمان يا ابني، يا ابني انا كانت الدنيا زمان دي في جدك بقى باباك يقول لك انا كان معروض عليا الحته بتاعت اكتوبر دي بعد هايبر، ما كانش فيه محور، يعني محور 26 ما كانش موجود، ما كانوش عملوا المحور، كانت صحراء. كان معروض عليا متر الارض هناك ب 10 جنيه. طب يا حاج ما اشتريتش ليه؟ يقول لك اشتري في صحراء. يا ابني انت مجنون، ما اشتريتش. طب يا حاج عايز ابقى زيك ليه؟ ما انا عايز اشتري انا بقى. سيبني انا اشتري في الصحراء. انا ما اشتريش في الصحراء انا. يا ابني ده عضوية نادي الجزيرة كانوا بيدوا لي على بطاقة التموين، انا ما رضيتش خدها، انا ادفع ليه فلوس انا. فحس ان هو بقى دلوقتي لا الدنيا ماشيه بالقسط بقى. فالبني ادم النهارده تلاقي ان المواطن عايز يقسط اي حاجه. انا اقسط يا باشا، ادخل اكل بيض اومليت وفرايز وكابتشينو اقسطه. الفطار عادي جدا، الناس بتفطر عادي جدا اقسطه. طب اقسط فول وطعميه، شويه اقسط موبايل، موبايلك سليم، لا انا عايز موبايل جديد. يا ابني انت معاك فلوس تبقى؟ لا ما فيش، انا عايز ساعه سمارت ب 15000 جنيه اقسط. فعمال بقى تك 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 لدرجه ان انت بتوصل بقى للحته اللي هي بتاعت متلازمه الانبساط من القسط. انت عندك انبساط بفكره مشهوره جدا في المولات المتلازمه دي. انت عندك انبساط خصوصا لما تبقي لسه مفركشه، عارفه احساس ان انت بتاكلي شوكولاته، هي بتبقى نفس الاحساس اللي هو انا نازله اشتري حاجات. طب عايزه حاجه معينه، لا لا لا، وتبسطي جدا ان انت دفعتيها بالابلكيشن بتاع القسط ده او قسطتيها. يا الحاجه بتتحول من وسيله يعني لغايه. يعني انت بتحب القسط جدا، مش بتحب تجيب الحاجه، لا بتحب تجيب القسط، يعني تجيب الحاجه بالقسط، تحس انت اتبسطت كده، اتدبست. فبتبتدي تتحول لشخص ماشي بفكره اللي هو ايه، انت عليك اقساط. يعني فتلاقي البني ادم تحول لاقساط ماشي على الارض، بقيت وسيط، مرتب ينزل يتوزع كريدت كارد شويه مش عارف ايه، وما بتحرمش، انت برضه عمال في اقساط جديده. متلازمه الانبساط من القسط.